متواصلون دائما معكم مشاهدينا الكرام في هذا البث الحي لبرنامج ما بعد المنتصف، وحديثنا الآن عن ملف آخر يعنى بالتحضيرات المتعلقة بإنجاح موسم الاصطياف في الجزائر العاصمة. للاستفاضة أكثر في الموضوع نسعد باستضافة السيد رشيد غدوشي مدير السياحة والصناعة التقليدية على مستوى الجزائر العاصمة. مرحبا بك سيدي. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. نعم، يعني تحضيرات على قدم وساق تعرفها كل الولايات لاستقبال وإنجاح موسم الاصطياف. لو تضعنا في صورة تحضيراتكم وترتيباتكم لضمان نجاح موسم الاصطياف. شكرا، بارك الله فيكم. قبل ما نتكلموا على التحضيرات نتكلموا على الشريط الساحلي اللي موجود على مستوى ولاية الجزائر، حيث يمتد على طول 142 كيلومتر. هذا الشريط هذا يعني موجود على مستوى 15 بلدية ساحلية على مستوى ولاية الجزائر. عدد الشواطئ اللي راهي موجودة على مستوى ولاية الجزائر عندنا 70 شاطئ، من بينها 56 شاطئ مسموح للسباحة، وهذا العدد هذا بالنسبة ل 2023. بالنسبة لهذه السنة إن شاء الله تعالى ممكن راح يكونوا هناك شواطئ جديدة، ولكن القائمة النهائية لم تحدد بعد، ربما إلى غاية الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. بالنسبة للولاية يعني اعتمدت عدة مقاييس يعني لتحضير هذا موسم الاصطياف، من بينها هناك 10 مقاييس، من بينها مقياس الأمن، مقياس الحماية، ومقياس النظافة، مقياس يعني الصحة، النقل إلى آخره. يعني كل هذا المقاييس هذه هناك يعني لجنة ولائية اللي راهي تشرف عليها ومتابعتها خلال كل يعني سير موسم الاصطياف. بالنسبة للتحضيرات يعني كي نقولوا على التحضيرات، احنا التحضيرات يعني بديناها بعد نهاية الموسم الفارط، لأنه احنا ربما غير بعد نهاية الموسم نديروا ما هي الإيجابيات والسلبيات اللي يعني تفاديها في خلال هذا الموسم. لهذا الحمد لله يعني نلاحظوا أنه عدة يعني تم تشكيل لجنة ولائية اللي راهي يعني تشرف على التحضير والسير موسم الاصطياف. هذا اللجنة هذه يعني سطرت برامج يعني ميدانية يعني للوقوف على جاهزية كل الشواطئ اللي راهي موجودة على مستوى الولاية. عدد الخرجات يعني لحد الساعة اللي راهي يعني بديناها في أواخر يعني سبتمبر وكذلك أكتوبر، إذا هذه يعني بعد نهاية موسم الاصطياف، وراهي يعني متواصلة إلى يومنا هذا. يعني ربما عدد الخرجات يعني باش نشوفوا كامل هذه الجاهزيات والنقائص المسجلة حوالي لحد الساعة درنا حوالي 15 خرجة ميدانية على مستوى كامل شواطئ الولاية. أكيد هناك بعض النقائص، لأنه احنا كي نقولوا يعني ربما النقائص الموجودة هي مثلا كاين مصبات نتاع كما يقولوا المياه القذرة اللي راهي في الشواطئ، كاين المداخل نتاع يعني نتاع الشواطئ غير مهيئة إلى آخره. هذه النقائص هذو يعني الحمد لله يعني درسناهم في إطار المجلس التنفيذي اللي يشرف عليه السيد الوالي. لحد الساعة هناك 4 لقاءات، وكذلك هناك لقاء آخر ربما خلال هذا الأسبوع هذا إن شاء الله تعالى، باش يعني نضبطوا كامل ما هي النقائص، وكاين هناك حلول. لحد الساعة الحمد لله ربما نقولوا يعني حوالي 80% من النقائص المسجلة نقضينا عليهم، ولكن ما زلنا شهر يعني هناك بعض الأشغال راهي متواصلة. لهذا باش إن شاء الله في بداية جوان إن شاء الله باش تكون الشواطئ كامل جاهزة لاستقبال المصطفين وكذلك السواح إن شاء الله تعالى. بخصوص يعني الوقوف عند أهم النقائص، هي نقطة أيضا أكد عليها اللقاء الوطني التحضيري الأخير على ضرورة الاستفادة من هذه النقائص لإبراز وجهة الجزائر السياحية أكثر. اكيد يعني احنا الانطلاقه نتاعنا يعني انطلقنا بالنقائص اللي راهي موجوده، لان الامور النقاط الايجابيه ما نتكلموش عليها. احنا كل سنه يعني تكون بعض النقائص، هذا قلت لك النقائص يعني اللي كان يعني الاخبار المهمه هي المصبات المياه القذره، لانه علاش في 2024 مازال نقولوا هناك يعني مياه غير صالحه للعوم، هذا يعني غير طبيعي. المداخل بالنسبه للشواطئ
الشواطئ، وكذلك هناك يعني بعض المستلزمات اللي لازم تكون في الشواطئ، خاصة احنا كي نقولوا مثلا هذا الشواطئ اللي راهي يعني مسموحة للسباحة في 2023 يعني تنقصها ربما بعض المخططات، مخطط يعني تسيير الشاطئ. وهذا الحمد لله احنا كمديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية الجزائر خذينا يعني الاخر تقدمنا بطلب على يعني تسجيل يعني 20 شاطئ اللي يستفد من هذا المخطط هذا، والحمد لله العملية يعني تحصلنا عليها، وإن شاء الله بإذن الله راح تكون هناك دراسة معمقة لهذه الشواطئ هذا، تكون يعني عندها كما يقولوا الصبغة يعني دي بروفيسيوناليزم كما يقولوا. دونك هذا هو يعني هذا النقائص، والحمد لله يعني أنا قلت لكم يعني 80% من الشواطئ قضينا عليهم، يعني قضينا على النقائص هذه، وهذا بالتضافر كل يعني اولا المديريات الولائيه، كذلك المؤسسات الولائيه العموميه اللي راهي كل وحده عندها اختصاص نتاعها اللي راهي قائمه بالدور تاعها، تحت رعايه كذلك الولاة يعني المنتدبين يعني اللي موجودين على مستوى 6 مقاطعات اداريه على مستوى يعني الساحل. وهذا يعني كما يقولوا تحت الاشراف يعني التام تاع السيد والي الولايه اللي راه يسهر يعني يوميا لتفادي كم النقائص باش نكونوا ان شاء الله تعالى باذن الله اول جوان اللي هو الافتتاح الرسمي اللي راح يكون يعني اداريا اللي راح يكون يعني في اول جوان اللي يكون استقبال عدد اكبر، لانه لاحظوا انه السنه الماضيه مثلا استقبلنا اكثر من 6 ملايين ونصف يعني مصطف على مستوى شواطئ. هذه السنه ان شاء الله نظرا لهناك يعني عده امور ايجابيه، خاصه هناك 4 مخططات يعني مهمه اللي راهي تشرف عليها ولايه الجزائر، من بينها المخطط الاخضر، المخطط الازرق، هذو المخططات هذو اللي راهي يعني تعتني بالفضاءات العموميه خاصه. يعني كي نتكلموا على مثلا احنا الاخر بالنسبه لموسم الاصطيف ما نتكلموش الا على الشواطئ، وكذلك هناك يعني بعض المرافق الاخرى من بينها منتزه الصبلات. يعني اللقاء الاخير يعني اللي كان مؤخرا تكلمنا عليه يعني عشناه يعني في الاسبوع الفارط، وهو انطلاق مهرجان الرياضات خاصه في الاماكن في منتجه الصبلات، الحديقه الجديده يعني الحضاريه لباب زوار، وكذلك حديقه بن عكنون، اضافه لمنتزه منبع المياه بالحراش وحظيره دنيا بارك. إضافة هناك يعني فضاءات أخرى للترفيه، من بينها عندنا 37 غابة يعني للترفيه والاستجمام، هذه يعني خصصت لاستقبال كذلك العائلات الجزائرية اللي ما تروحش يعني للبحر. نعم نعم. لما نتحدث عن كل هذه النقاط والتدابير، خاصة أنه فصل موسم الاصطياف يعنى بالخصوص بالسياحة الشاطئية، نتحدث أيضا عن الاستعدادات اللوجستية ومدى جاهزية ربما الحظيرة الفندقية لذلك. بالنسبة للحظيرة الفندقية يعني ولاية الجزائر تتوفر على حظيرة فندقية يعني نقوله يعني مهمة، 200 فندق يعني أكثر من 25,700 يعني سرير، إضافة يعني هذا العدد هذا يعني نقوله غير كافي، لأنه هناك بعض الفضاءات الأخرى اللي ممكن يعني تكون يعني تجهز خلال موسم الاصطياف، وخاصة يعني دور شباب، كذلك يعني المرافق اللي تابعه لوزاره الشباب والرياضه، وكذلك مديريه الشباب والرياضه على المستوى الولائي، اضافه الى يعني الاقامات لدى الساكن اللي موجوده على مستوى ولايه الجزائر لحد الساعه رانا حصينا يعني 16 يعني بيت، اضافه هناك يعني ربما يعني العدد الاكبر قلت لكم قبيله انه العدد الاكبر تاع عدد الاخ المصطفين، الدوله اخذت يعني على عاتقها ربما يعني فتح كذلك فضاءات مثل الإقامات الجامعية اللي ممكن راح تسخر يعني لاستقبال بعض يعني
المصطفين. لهذا يعني نقولوا باللي العدد هذا رغم انه يعني راهو يعني نقولوا يعني غير كافي يعني 100%، لانه فصل الصيف وخاصه خلال فتره الاصيف نستقبلوا عدد اكبر من السواح، خاصه السواح الاجانب اللي راهي يعني الحمد لله هناك انتعاش يعني في الحركه السياحيه ربما نتاع يعني كل بلدان يعني القاره. راهم يعني الحمد لله راهم يجونا لهنايا نظرا للتسهيلات المقدمه من طرف السلطات العليا في البلاد. سنواصل الحديث عن مدى جاهزيه قطاعكم لاستقبال موسم الاصطياف إلى ولاية الجلفة مشاهدينا الكرام، التي تشهد افتتاح فعاليات منتدى الشباب تحت شعار شباب رائد لمستقبل واعد بعنوان شباب محصن بعهد الشهداء في قلب مسيرة التشييد والبناء. يلتحق بنا الزميل عبد الجبار بن يحيى. نعم، ما جديدك عبد الجبار؟ نعم، أنا متواجد في قلب جامعة الجلفة، جامعة زيان عاشور. هذه الجامعة التي تحمل اسم الشهيد الرمز زيان عاشور، هو صلة بين الماضي والحاضر، بين الزمان والمكان. بالأمس كان جهاد وكفاح، واليوم هو بناء وتشييد. نحضر اليوم هذا المنتدى، منتدى الجلفة، منتدى فعالية شبانية، هو ثمرة كانت قبل سنتين حين أكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على تأسيس المجلس الأعلى للشباب بأن الشباب الجزائري يؤكد لحمة وطنية وجبهة داخلية لمواجهة كل المخاطر في الخارج وفي الداخل. اليوم هو ثمرة يقطف ثمارها، زهرة يقطف ثمارها الشباب الجزائري، ليس في الجلفة فقط وإنما في كل ولايات الجزائر، للحديث هذه الفعالية الضخمة التي حضرها العديد من الشبان والأسرة الثورية ووزراء في الحكومة إلى هذه المدينة المضيافة. يحضر معنا السيد مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب لنتحدث بأكثر تفاصيل ودقة حول هذه الفعالية. سيد مصطفى، اليوم تقطفون ثمار هذا الجهد بعد سنتين من الجهاد ومن العطاء. تفضل. نعم، هي فعالية أولى من نوعها، ولكن ستلوها فعاليات أخرى عبر مختلف ولايات الوطن من هذا النوع. منتدى شباب الجلفة، والذي يلم مختلف الفئات الشبانية والشرائح الشبانية، والذي يأتي ثمرة لنضال المجلس الأعلى للشباب ولإيمان شباب الجزائر بالتوجه الجديد للجزائر الجديدة التي تؤمن بطاقاتهم، تؤمن بقدراتهم، والجزائر الجديدة التي فتحت لهم الباب ليكونوا موجودين اليوم بفعالية في المشهد الوطني السياسي والاقتصادي. اليوم هذه الأفكار وهذه القناعات نجتمع في الجلفة لنعززها مع شباب الجلفة، ولنبني عليها المهارات التي يجب أن تكون عندنا نحن الشباب حتى نستطيع أن نحقق تلك الأحلام وتلك الطموحات وتلك التطلعات. الشاب الجزائري اليوم متعطش للمشاركة في صناعة القرار، ولا يكون ذلك إلا بالانخراط في المجال السياسي، ولا يكون ذلك إلا بالتواجد في العمليات السياسية الانتخابية إلى آخره لتقرير صوته وللمحافظة على استقرار هذه البلاد ولتحقيق كل الآمال والطموحات التي يحلم بها الجزائريون بإذن الله تعالى. سيد مصطفى، اليوم بعد سنوات وبعد سنتين من تأسيس المجلس الأعلى للشباب، ماذا حقق الشباب وما هي الامتيازات التي تحصل عليها الشباب اليوم؟ لا يستطيع أن يقارن أحد بين شباب في الأمس وشباب اليوم. اليوم الشباب الجزائري يحظى برعاية خاصة في جزائره، ويشعر بإيمان السلطات العمومية بقدراته وبضرورة انخراطه في الحياة العامة. وهذا الخطاب الصادق من طرف السلطة العمومية وعن طريق آلياتها، وللمجلس واحد من آلياتها، المجلس الذي يستمع إلى الشباب بكل صدق وينقل صوت الشباب إلى السلطات العمومية، المجلس الذي يتلمس آلام وآمال الشباب بكل وعي وينقلها إلى السلطات العمومية. السلطات العمومية وعلى رأسها الإرادة السياسية العليا في البلاد السيد رئيس الجمهورية، التي تتفاعل بشكل سريع وتلقائي وصادق وعفوي مع كل طموحات الشباب الجزائري. صحيح لا
نقول أننا حققنا كل الآمال التي يأمل بها شبابنا ويتطلع إليها شبابنا، ولكن نقول أننا فتحنا وصنعنا منظومة بيئية صحية ترجع الأمل للشاب الجزائري، ترجع الأمل للجزائريين بأنه يمكن تحقيق الشيء الكثير للشباب الجزائري. ما يجب علينا اليوم هو أن نوحد الصفوف الشباب الجزائري ليكون أكثر تماسكا وأكثر توحدا لتحقيق الأهداف السامية التي نطمح لها نحن كشباب اليوم. الوعي الشباني، تنظيم الصفوف الشبانية، الانخراط في الحياة العامة عموما والانخراط في الحياة السياسية حتى يكون صوتنا مسموعا وحتى يكون قرارنا لديه بحول الله تعالى بصمته ولديه تأثيره إن شاء الله. إذا نستطيع أن نقول أن القاطرة تسير في السكة الصحيحة نحو المستقبل. لا، المشهد اليوم هو أفضل إجابة على سؤالك أخي الفاضل. المشهد اليوم كان واضح للانخراط الكبير لشبابنا في هذا المسعى وفي هذا النهج. المشهد اليوم كان مبرهن على ذلك الالتفاف الشباني المتنامي لشبابنا، ونحن في المجلس الأعلى للشباب قلتها مرارا وأعدتها تكرارا، نؤمن بأن هذه الهيئة التي استحدثها السيد رئيس الجمهورية وهي واحدة من وعوده الانتخابية ليست ملكا لأعضاء المجلس 348 عضو، لذلك انتهجنا نهج الانفتاح على كل شبابنا، الانتشار في مختلف أنحاء التراب الوطني، الاستماع وتشبيك الجهود مع مختلف شبابنا، والحمد لله تعالى اليوم بدأنا نقطف بواذر ذلك النهج ونقطف أولى ثمار ذلك النهج، وبحول الله تعالى وقوته سيعيش الشاب مؤثرا وثائرا لبناء جزائر جديدة في وطنه بإذن الله تعالى وقوته. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله. إذا كان هذا المباشر مع السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى الحيداوي. تحدثنا عن منتدى الشباب، هذه الفعالية الكبرى هنا في ولاية الجلفة التي حضرها الكثير من الشباب، حوالي أكثر من 1000 شاب وشابة من ولاية الجلفة. القاعة كانت ممتلئة كثيرا، الحضور كان واقفون يمتلكون الكثير من الثقة والأمل في مستقبل واعد في الجزائر. اليوم الشباب يستلموا المشعل من جيل الثورة والاستقلال. عودة إليكم للاستوديو. شكرا لك الزميل يحيى على كل هذه التفاصيل بخصوص تغطيتك لفعاليات منتدى شباب الذي تحتضنه ولاية الجلفة. نعود مشاهدينا الكرام للحديث عن مدى تحضيرات ولاية الجزائر العاصمة ومديرية السياحة لاستقبال وضمان إنجاح موسم الاصطياف. سيدي، كنا قد توقفنا عند الحديث عن مدى جاهزية الكل، الحظيرة الفندقية، تسيير الشواطئ، ولكن هناك نقطة مهمة هي الأمن والأمان، توفير كل الظروف لراحة السياح ولراحة المصطفين. نتحدث عن ضرورة تعزيز العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية، أمنية، هيئات وصية، وحتى الفاعلين في مجال المجتمع المدني. أكيد بالنسبة لموسم الاصطياف لازم يكون يسير في أمان. الحمد لله احنا نلاحظوا باللي أنه تكلمت قبيلة، قلت باللي هناك 10 مقاييس اللي اعتمدتها الولاية، من بينها مقياس الأمن. هذا المقياس الأمن هذا الحمد لله اللي ترأسه السيد الوالي خصيصا. استسمحك فقط سيدي، حان الآن موعد أذان العصر. الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. متواصلون دائما معكم مشاهدينا الكرام. سيدي، كنا قد توقفنا للحديث عن ضرورة تضافر الجهود لضمان وإنجاح موسم الاصطياف. نعم، قلت يعني في السابق في بداية الكلام قلت الولاية اعتمدت 10 مقاييس من بينها مقياس الأمن. يعني الشواطئ الآن اللي تكون مسموحة للسباحة إلا وتكون هناك تغطية أمنية خاصة من طرف الدرك الوطني وكذلك حتى الشرطة، حتى يعني الأمن الوطني. لهذا وهذا المقياس هذا يعني ترأسه السيد الولي خصيصا. بالتالي يعني نحن نطلب المواطنين أنه كل يعني الأمور الأمنية يعني الحمد لله متوفرة على مستوى الشواطئ، دون ان ننسى تضافر كامل يعني المجهودات، خاصه اولا المديريات الولائيه اللي راهي تشرف يعني لتقديم يعني الاضافه في خلال موسم الاصطياف، مثلا خاصه مثلا المياه على مستوى الشواطئ. الحمد لله يعني مديريه المياه يعني الحمد لله راهي سخرت يعني برنامج ثري ان شاء الله لخلال موسم الاصطياف. كذلك النظافه اللي راح تكون يعني هناك مؤسسات يعني عموميه ولائيه اللي راهي تشرف على هذا الامور هذه. يعني هناك عده مؤسسات ولائيه اللي راهي تشرف على هذا، اضافه بلا ما ننسوا العمل الجمعوي، لانه نلاحظوا احنا مثلا على مستوى يعني مديريه السياحه حصينا 13 جمعيه سياحيه اللي تنشط في المجال السياحي فقط، وكذلك 29 جمعيه اللي تنشط في مجال الصناعه التقليديه، دون ان ننسى هناك جمعيات ثقافيه اخرى وجمعيات يعني تاع المجتمع المدني الى اخره. هذه النشاطات هذه يعني الحمد لله راهي قايمه بهم يعني بالتنسيق مع كل المديريات، لانه هناك برامج. احنا ما نقولوش الا مديريه السياحه دارت برنامج، كاين من المديريات، مديريه الثقافه، مديريه يعني المؤسسات العموميه. فبالتالي كل وحده عندها برنامج خاص خلال موسم الاستيراد، وهذا يندرج دائما تحت يعني تقديم الخدمه للمستهدف باش يلقى الراحه نتاعو خلال موسم الاصطياف ان شاء الله. على غرار ربما الجمعيات، هناك يعني دور مهم تلعبه الوكالات السياحيه من اجل الترويج للسياحه المحليه لاستقطاب الجزائريين، وايضا من اجل استقطاب يعني السياح الاجانب في هذا المجال. اكيد. الاخر بالنسبه لعدد الوكالات السياحيه الموجوده، احنا يعني حصينا عدد الوكالات السياحيه اللي تنشط على مستوى تراب الولايه 1472 وكاله سياحيه الى يومنا هذا. يعني نشوفوا هذا 1472 اذا كنا احنا يعني كنا راسلنا كامل هذه الوكالات هذا، وعلى اساس في خلال الموسم الاصطياف اذا كان كل واحد يجيب لنا 50 سائح يعني اجانب، يعني نتكلموا السواح الاجانب، بلا يعني السواح يعني خاصه الولايات الجنوبيه
يعني اللي يجونا لهنا راهي الحمد لله كامل الوكالات راهي تقوم بها. ولكن السواح الاجانب احنا قلنا لهم اذا كان كل واحد يجيب لنا 50 يعني سائح، ربما كي نضربهم في العدد هذا اكثر من 75 الف سائح خلال موسم الاستلف ربما تاع 3 شهور. يعني هذا العدد هذا قد نضربه في خلال سنه، العدد راح يرتفع. والحمد لله يعني هذا يعني هذا يعني هناك يعني امور ايجابيه يعني الحمد لله. وحنا نلاحظوا باللي هناك عدد يعني السواح اللي راهم يدخلوا يوميا، لانه احنا رانا نشرفوا على يعني تقديم يعني كل التسهيلات التي قدمتهم الدوله الجزائريه للحصول على تاشيره الدخول، وكذلك المرافقه الامنيه على مستوى التراب الوطني. فبالتالي يعني الحمد لله لاحظوا انه عدد السواح اللي راهم يجونا خلال الاسبوع ربما اكثر من 500 الى 600 اللي راهم يجونا خلال الاسبوع. فبالتالي يعني هذا يعني امر ايجابي، وهذا يعني كل التسهيلات اللي قدمتهم الدوله الحمد لله رانا قايمين بها، يعني كما يقولوا 24 ساعه على 24 ساعه. لانه علاش دركا الواحد كيطلب يعني تاشيره الدخول الى التراب الوطني مش كما كانت الطريقه القديمه، ربما يعني بعد شهر ولا شهرين الى اخره. هنا في يعني مباشره هناك يعني بلاتفورم يعني منصه يدخل فيها مباشره، الاخر يسجل يعطينا القائمه تاع السواح نتاعو اللي راح يجوا، وحنا نتصلوا بالجهات المعنيه الامنيه الى اخره باش يعني في خلال 72 ساعه تحصل على ربما من بين أهم النقاط المهمة والأساسية في عملية الترويج السياحي هي استغلال الأمثل للوسائل التكنولوجية في هذه العملية. اكيد انا قلت لك لانه هناك يعني ما بقاش هذيك الطريقه يعني القديمه اللي كنا نمشوا بها. درك الحمد لله يعني الوسائل الاعلام راهي متطوره، فبالتالي هناك يعني منصات اعلاميه اللي راهي موجوده، وكذلك ارضيات يعني خاصه بهذا الجانب. هذا ما بقاش يعني الانسان اللي راح يتحرك يروح والله يجي المديريه الى اخره مباشره، الاخر يدخل في الاخر في الانترنت ويدخل مباشره للمنصه ويدير التسجيل تاعو ويتحصل على الوثائق نتاعو. يعني الحمد لله هذا الجانب هذا يعني الاخر حنا نثمنوه. والقطاع السياحه والصناعه التقليديه يعني في كل يعني بالنسبه للوكالات السياحيه، وكذلك حتى المشاريع الاستثماريه. المشاريع الاستثماريه اللي رانا يعني عندنا احصاء ربما اكثر من 316 مشروع سياحي، من بينها 88 راهو في طور الانجاز. هذا يعني الحمد لله كاين تسهيلات اللي ما بقاش درك يعني الانسان يتحرك ويجيب مثلا يعني وثائق يعني كبيره الى اخره، مباشره يدخل هناك دي سيت انترنت يدخل فيهم مباشره ويسجل ويتحصل على الاجابه ربما فوريا. يعني وهذا يعني لهذا خلى العدد نتاع الوكالات السياحيه اللي راهي يعني تزداد خلال الاسبوع. احنا نلاحظوا انه عدد الوكالات اللي راهي ربما خلال الاسبوع اكثر من 20 وكاله يعني جديده اللي راهي يعني الاخر تدخل الارضيه ويعني تقدم الاخر الملفات نتاعها. الحمد لله يعني هذا يعني فضل بالتسهيلات اللي قدمتهم الدوله الجزائريه، وان شاء الله باذن الله مازال تسهيلات اخرى ان شاء الله باش المواطن الجزائري يحس باريحيه تامه. بالاخذ بعين الاعتبار ان الجزائر بلد قاره بكل مقوماته السياحيه والطبيعيه، عامل الارشاد السياحي هو نقطه مهمه من اجل الترويج، من اجل ابراز ثقافه كل منطقه، من اجل ابراز مكانه الاماكن السياحيه خاصه الطبيعيه منها. احنا نلاحظوا انه ولايه الجزائر عندها يعني مواقع سياحيه يعني ضخمه، ربما يعني المواقع السياحيه الدينيه، وخاصه بعد تدشين يعني المسجد الاعظم الاخر مؤخرا من طرف رئيس الجمهوريه. فبالتالي يعني اصبح السطح يعني جذاب لكل يعني السواح، وخاصه السواح الاجانب. يعني ما نقولوش ربما هنا في الاخر في الجزائر هناك يعني سواح يعني اوروبيين راه بيجوا يعني يزوروا هذا المكان هذا. وهناك كما يقولوا الجانب مثلا كان نتاع المقومات يعني كما لو سيت نتاع القصبه راهي تستقطب يوميا. يعني قبل البارحه استقبلنا 86 سائح من كل الجنسيات، يعني دي كنديان الاخر امريكيين الى اخره. دونك الحمد لله يعني هذه المقومات السياحيه اللي راهي موجوده. هناك يعني برنامج خاص لتثمينها، وكذلك يعني لا ريابيليتاسيون يعني كما لا ريابيليتاسيون باش ان شاء الله
يعني تكون صوره يعني جذابه للسواح، وكذلك يعني منظر تاع ولايه الجزائر اللي راهي الحمد لله يعني دوك نلاحظوا باللي يعني هذا المخططات الاربعه اللي قلت لك، المخطط الاخضر والازرق وكذلك الاصفر وكذلك الابيض، هذا المخططات هذه اكيد راح تجعل، ويعني انطلقنا فيها، خلت ولايه الجزائر يعني كولايه استقطاب للسواح الاجانب. وهذا يعني بشهاده يعني المنظمات العالميه انه الجزائر راح تكون ربما يعني راح يعني تكون في المكان رقم 2 على مستوى يعني استقطاب عدد السواح الاكبر. وهذا هو الدور نتاعنا احنا كاداريين وكذلك كمديريات وكذلك حتى وزاره السياحه، يعني الحمد لله اللي رانا يعني راهي عندها برنامج يعني ضخم لاستقبال هذا السواح هذو ان شاء الله، باش يكون يعني الجانب يعني مش الجانب السياحي فقط، وكذلك التعريف بالتقاليد نتاعنا وكذلك العرف الجزائري لاستقطاب هذا السواح. نعم، يعني بالحديث عن الصناعات التقليدية خاصة وأنها تشهد انتعاشا كبيرا في فصل الصيف، نتحدث عن المعارض ربما التي تعرف بالصناعات التقليدية للحرفيين. احنا في ولايه الجزائر يعني حصينا اكثر من 25,000 حرفي، هذول يعني الحمد لله عندهم بطاقه حرفي، والحمد لله ذوك البطاقه الحرفيه راهي الحمد لله ولات بطاقه بيومتريه، فبالتالي يعني فيها كل يعني الامور الاداريه، وكذلك يعني ذوك الحرفي عنده نوع من الراحه في يعني طرح المشاكل نتاعو على مستوى كامل يعني الادارات اللي راهي تسهر عليه. اليوم يعني كان الحمد لله كان لقاء وطني من يعني كان شرف عليه معالي السيد وزير السياحه والصناعه التقليديه، اللي احصاء اكثر من 450 الف حرفي على المستوى الوطني. هذا العدد الضخم هذا يعني 450 الف حرفي، اذا كان كل واحد يخدم زوج ولا ثلاثه نضربوا العدد نشوفوا عدد اليد العامله، راهي ملايين راهي الحمد لله اللي راهم يسترزقوا من هذا الحرفه هذه. فبالتالي الواجب علينا باش نعطوا لها الدور تاعها كما لازمها، وكذلك التسهيلات المقدمه للحصول على القروض الماليه من طرف الدوله، يعني كل يعني وكذلك بعض البنوك الماضي بهذه الحرفه. لهذا خلال موسم الاصطياف الحمد لله مديريه السياحه والصناعه التقليديه، هذه الاماكن يعني السياحيه اللي راهي موجوده على مستوى العاصمه راح تشهد يعني معارض يعني خلال موسم الاصطياف، وكذلك هناك بعض الفنادق اللي معروفه، كذلك هناك يعني فنادق على مستواها للصناعه التقليديه في كل فنادق، دون ان ننسى الشواطئ، لأن الشواطئ نشوفوا مثلا بعض الشواطئ اللي عندها يعني مكان يعني لائق يعني لاستقطاب بعض الحرفيين، وكذلك هذا المنتزهات اللي راهي يعني موجوده، الفضاءات هذه يعني درنا برنامج يعني مطول هذا بالتنسيق مع اولا غرفه الصناعه التقليديه لولايه الجزائر، وكذلك حتى الغرف اللي راهي مجاوره، وكذلك الغرف تاع ولايه الجنوب، اضافه الى مديريه الثقافه، مديريه الشباب والرياضه، يعني كل المديريات عندهم برنامج، الا وان شاء الله باذن الله تكون الصناعه التقليديه يعني موجوده، وهذا يخلي نعرفوا على يعني العادات والتقاليد نتاعنا اللي راهي موجوده. نعم، لانه هذه المعارض هي واجهه يعني وصوره معبره عن الثقافه، ثقافه كل منطقه بعاداتها وبتقاليدها ايضا. نعم. لهذا احنا ما خديناش الا ولايه الجزائر، لان احنا حبينا، لانه احنا كي نتكلموا ولايه الجزائر ما نقولوش ولايه الجزائر خاصه كولايه مثل باقي الولايات. ولايه الجزائر هي ولايه لكل الجزائريين، تحتضن كل يعني العادات والتقاليد اللي راهي موجوده على مستوى كامل يعني 58 ولايه. لهذا احنا هذا البرنامج هذا برنامج راح يمتد بدايه من موسم الاصطياف الى غايه شهر اوت، وهذا يكون يعني بالتناوب، يعني يكونوا عده ولايات اللي راح يجونا، وان شاء الله يعرفونا كامل بالعادات والتقاليد نتاعهم، وهذا حتى باش يعني المواطن الجزائري خاصه في موسم الراحه
راحه يعني جوي اوت يعني الناس راهي في يعني في راحه يتعرف على العادات والتقاليد اللي راهي موجوده على مستوى كامل التراب الوطني. يعني ربما من اجل التعريف بكل هذه المعارض الاستخدام والاستغلال الامثل للوسائل التكنولوجيه هو مهم في الترويج لها. اي نعم، هي كي تقولوا يعني احنا باش الترويج للعمل هذا اذا كان درك الحمد لله يعني العالم راه متطور، العالم اصبح قريه، ما بقاش درك معناها انا ندير كما يقولوا الاعلان ونخليه عندي في الغرفه المديريه. درك الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي راهي يعني كل العالم راهو يعني كما يقولوا نشطه يعني ناشط في هذا المجال هذا. احنا يعني نستغلوا هذا الجانب هذا، وكاين يعني الحمد لله كاين نشاطات اللي راح تقوم بهذا وخاصه دوكا نقولوا كاين ناس دي سبيسياليتي في الدومين هذا اللي كاين ناس مؤهلين اللي راهم يديروا عمليه ترويجيه يعني كما يقولوا لائقه. نعم، شكرا لك سيد رشيد غدوشي مدير السياحة والصناعة التقليدية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة على كل هذه التفاصيل بخصوص تحضيراتكم لاستقبال وإنجاح موسم الاصطياف. شكرا، بارك الله فيكم على الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تكون يعني موسم الاصطياف ناجح، ومرحبا إن شاء الله الجزائر تحت ضمن كامل يعني يعني الولايات كامل، وإن شاء الله يكونوا في أريحية إن شاء الله. شكرا لكم. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى طي ملفتنا لهذا العدد من برنامج ما بعد المنتصف. السلام عليكم.